في أول ظهور للمنتخب المغربي لكرة القدم في الأولمبياد منذ طبعة لندن في العام 2012 يستعد أبناء طارق سكيتيوي لبداية مشوارهم في أولمبياد باريس. الأرجنتين هو الخصم الأول، والرهان هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس شرس بقيادة المخضرم ماتشيرانو. على الورق تبدو المهمة ليست سهلة، لكن طموح اللاعبين وخطة طارق سكيتيوي قادرة على خلق المفاجأة. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى أنكم تكونوا مزيان في صحة جيدة وفي أفضل أحوالكم. أصدقاء، كيف ما شاهدتم معنا في البداية ديال الفيديو يستحق أنكم تشاهدوه. وفي البداية كنحييكم بحرارة كل الناس اللي كتشجعنا وتحفزنا أجل أننا نزيدوا نستمروا في النشر ديال المزيد من الفيديوهات عبر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، اضافه الى التعليقات ديالكم الزوينه، اضافه الى الجيمات واللايكات ديالكم اللي كتخليونا في الفيديو. فراه بسببكم اصدقاء حنا كنزيدوا لقدام وكنطوروا من ذاتنا من خلال التعاليق ديالكم، من خلال التقييمات ديالكم الفيديوهات اللي كنحطوا. فتحيه لكم اصدقاء، باش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقى في النهايه ديالو ان شاء الله. في أول ظهور للمنتخب المغربي لكرة القدم في الأولمبياد منذ طبعة لندن في العام 2012 يستعد أبناء طارق سكيتيوي لبداية مشوارهم في أولمبياد باريس. الأرجنتين هو الخصم الأول، والرهان هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس شرس بقيادة المخضرم ماتشيرانو. على الورق تبدو المهمة ليست سهلة، لكن طموح اللاعبين وخطة طارق سكيتيوي قادرة على خلق المفاجأة. والطموح كيف ما قال اللعابه هنا، جينا هنا باش نحققوا الميداليه ونوصلوا حتى لابعد نقطه في هاد المرحله، ونقولوا الكلمه ديالنا هنا والمستقبل ان شاء الله. المنتخب الوطني اكتسب خبرة لا بأس بها، وبوجود نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وهداف العين سفيان رحيمي ستجعل الأمور أكثر بساطة بحكم المستوى الجيد الذي يقدمونه رفقة الأندية. C'est des équipes fortes. يعني حنا on est une grande équipe, on est une équipe forte. نحاولوا ان شاء الله اننا نبريباريو كل مقابله بالطعم ديالها. peu importe l'adversaire, ان شاء الله on va travailler. après ان شاء الله نحاولوا نطبقوا كاع لي كونسين ديال لونترينور في التيران باش ان شاء الله اننا نحققوا لي فيكتوار ان شاء الله. pourquoi pas في les 3 ماتش ندوزو ان شاء الله ليسونسيال، ندوزو ان شاء الله لي جروب فاز جروب. أفضل إنجاز للمنتخب المغربي الأولمبي في الألعاب الأولمبية كان بلوغ دور ربع النهائي في دورة 1972 في ميونخ الألمانية، علما أنه ودع من دور المجموعات في آخر مشاركة له في دورة لندن سنة 2012. فهل ستكون نسخة باريس مرصعة بالذهب للأسود؟ سي طالب، بداية كيف ترى حظوظ المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، خصوصا أن المنتخب الوطني الأولمبي في كرة القدم غاب عن الأولمبياد منذ سنة 2012 نسخة لندن؟ كنظن ان الفريق الوطني المغربي بالترسانه البشريه التي يملك الان، وكذلك الطاقم التقني اللي كنعرفوا كنا لنا سكيتيوي، وكذلك اللي جرب يعني اللي جاور عده بطولات من البرتغاليه وكذلك الاوروبيه، وكلاعب اللي فاز بكاس افريقيا 1998 للشبان، درب عده فرق في المغرب، فاز يعني بكأسين مع المغرب فاسي وكذلك مع النهضه البركانيه. اذا عنده عده تجارب لتسيير لقاءات في الحجم الالعاب الاولمبيه، وكذلك سيحجي اللي لعب نهايه 2004 يعني بتونس مع الفريق الوطني المغربي. فهذو اطارين مغربيين اللي عندهم كما قلت ركبوا عده تجارب تجانسيه مع اللاعبين من الناحيه التقنيه والتكتيكيه. الان يشرفون على فريق وطني مغربي اللي غاب عن الالعاب الاولمبيه سنوات وسنوات، وهذه فرصه العمر. لما لا يحرز الفريق الوطني المغربي بهذه اللاعبين اللي اجتمعوا مؤخرا وبرهنوا على علو الكعب ديالهم ضمن الفرق ديالهم، مع تعزيز الترسانه البشريه بلاعبين كبار كحكيمي احسن ظهير ايمن في العالم، كالحارس محمدي اللي كيشارك في يعني في السعوديه ومن احسن الحراس هناك، وكذلك رحيمي اللي هداف البطوله الاسيويه. فهنا كيبقى فقط ان نصل الى وصفه سحريه تقنيه تكتيكيه فيها تجانس بين الخطوط، فيها يعني الحافز الداخلي عند اللاعبين، لان التواصل ليس فقط تقني ولكن كذلك ما هو ذهني ونفسي.
كنظن ان الفريق الوطني المغربي سيكون في اليوم الجاي في قمه العطاء ديالو من جميع النواحي. ايضا سي طالب بحضور ثلاثي منير المحمدي واشرف حكيمي وايضا سفيان الرحيمي، هل المنتخب المغربي قادر على بلوغ انتظارات الجماهير المغربيه خصوصا التي ارتفع سقف طموحاتها بعد انجاز المنتخب المغربي الاول في مونديال قطر؟ المجموعه الحاليه هي مجموعه جيده بكل صراحه، لان جميع اللاعبين رسميين في فرق ديالهم في هولندا، في فرنسا، في اوروبا يلعبون اكثر من 40 مقابله يعني في الارجل ديالهم، واللي تيبقى هو التجانس التقني التكتيكي وكذلك النفسي مع اقحام عناصر اللي عندهم تجربه. يعني اقتناء لاعبين كحكيمي كما قلت احسن ظهير ايمن في العالم، كالحارس لان دائما يمكن نبني واحد الاستراتيجيه ديال اللعبه ما نسميه بالسيستم دو جو، يجب ان نحترم عده معايير، وهو النخاع الشوكي ديال الفريق. اولا نبدا بالحارس والمدافعين والهجوم. الان كنشوفوا ان المدافع حكيمي سيساعد الزملاء ديالو بالتجارب ديالو الكبيره لانه فاز بالشامبيونز ليغ، الحارس محمدي، وكذلك في الهجوم اللي هو الرحيمي. فالان صحيح ان المدرب لم يريد ان يصرح باننا حضرنا الى فرنسا يعني بالفوز بالميداليه الذهبيه، وهذا عادي لان يريد ان يرفع يعني ما هو ضغط نفسي على اللاعبين. ولكن كنظن ان بهذه التجربه ديال هاد اللاعبين والمجموعه ككل، لان 70 و80% كيلعبوا مع الفريق الاول المغربي، كنظن ان احنا جاهزين من جميع النواحي باش نلعبوا الحظوظ ديالنا، ولما لا نكونوا يعني على الاقل 3 ميداليات. الحديث عن طارق كيتيوي يقودنا إلى الحديث عن أسلوب لعبه، هل في نظركم سيبادر إلى النسق الهجومي أم سيحاول تدبير المباريات بطريقة دفاعية، خصوصا أنه طالما أكد في خرجه الإعلامية أنه يبحث عن الانسجام بين اللاعبين؟ البحث عن الانسجام هل سيوظفه في الشق الدفاعي أم في الشق الهجومي؟ نظن أن هناك ما نسميه احنا ان بروجي دو جو. هذا الفريق الوطني هو يعني يستعد للمشاركه في الفريق الاول. فهناك سي وليد الركراكي الذي يساير التدريب ويساير الخطط مع الاطر التقنيه التي تشرف على الفريق الاولمبي، وهذا تحسما للبديل للفريق الاول. فغنظن انه سيلعب بالطريقه التي يلعب بها الفريق الاول، ولا سيما ان الفرق يعني المنافسه ليست بالفرق سهله. احنا نعرف ان الارجنتين يعني من احسن الفرق العالميه، كذلك اوكرانيا رغم يعني ما تمر به في الحرب ضد روسيا، فكنظن ان اوكرانيا عندها الفريق قوي لانه يشاركون كلهم في اوروبا. وكذلك العراق، انا شفت البارح وانا اتابع الفريق العراقي يلعب مقابله مع الفريق المصري، نازم بصعوبه ب 2-1. اذا 3 مقابلات في القمه العطاء يعني التقني، ولازم ان نكون حاضرين من الناحيه النفسيه، ولا نستصغر الخصم ولا نهابه، ولكن نحترمه. فكنظن ان سنمشي مقابله. اول شيء في هذه التظاهرات بحكم التجارب المتواضعه هو الفوز بالمقابله الاولى، ورغم ان اليوم 24 مقابله قويه للارجنتين، فلا شعار لا الهزيمه حتى لا تؤثر نفسيا ولا تلقيطيا في المشوار ديالنا ديال الميداليه الذهبيه ان شاء الله. الى سي طالب بغينا نتوقعوا نتيجه المباراه المنتخب المغربي والارجنتيني، شنو ممكن تتوقع كنتيجه؟ انا اعرف يعني السي كيتيوي لانه يحب صديق وزميل، وجاورته في البطوله الوطنيه، وتتبعته وهو يسير عده فريق تورقه او الفريق المغربي الفاسي. فكنظن ان يحب ان يلعب الهجوم، فكنظن انه سيلعب بضغط عالي يعني حتى يخلق مشاكل للفريق الخصم. فهو كنظن ان الفريق المغربي ان شاء الله سيفوز في هذا اللقاء هذا، لان اللاعبين متحمسين. لان تبعت يعني الخرجات ديال اللاعبين، كاين هناك واحد الثقه، كاين هناك واحد التجانس بين الاداره التقنيه وكذلك يعني الفريق اللاعبين. فلا يبقى الا يعني تخليص الفرص، كنضيعوا عده فرص الفريق الاول والفريق الثاني. فكنظن ان شاء الله الثقه اللي يعطيهم الطاقم التقني، وكذلك يعني لابوي مورال ديال البريزيدون لا فيدراسيون سي فوزي، اللي هو يعرف خبايا الفرق الوطنيه. كنظن ان الفريق جاهز، ولما لا ان شاء الله يفوز في هذا اللقاء الذي يفتح لنا يعني الميداليه الذهبيه. ان شاء الله الطريق ان شاء الله ستكون معبده للذهب والبوديوم في اولمبياد باريس بالنسبه للمنتخب المغربي الاولمبي. سي عبد الرحيم طالب، شكرا.
فكيف ما شاهدتم معنا خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاصدقاء، انت ولا انت الا كنت اول مره كتدخل لاشين ديالنا، ما تنساش انك تشترك في هذه القناه وتفعل زر الجرس اكيد باش يوصلك كل جديد اللي كيتعلق باخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. وشكرا لكم بزاف اصدقاء على الكومنتير ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على اللايكات ديالكم للفيديو. كنشكركم بزاف على كل داكشي اللي كتخليونا الاصدقاء، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.